نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. بونو يضحي بحلم حياته لسبب بطولي، اعتراف خطير سيجعله معشوق المغاربة الأول. كل ما قدمه الحارس العظيم ياسين بونو للمنتخب المغربي في كفة، وما اعترف به منذ ساعات في كفة أخرى، أسطورة حراسة مرمى أسود الأطلس خرج بتصريح ناري لم يكن متوقعا. اعترف فيه بالتفريط في حلم حياته، بل وحلم حياة مئات الآلاف من لاعبي كرة القدم، فقط من أجل هدف آخر أسمى سيجعله يتربع على عرش اللاعبين المغاربة ويدخل قلب كل مشجع مغربي إلى الأبد. فمن الصعب ألا يقدم أي لاعب مغربي بل عربي آخر على ما فعله بونو، حتى أن الصحف العالمية نقلت اعترافه مع الكثير من الاندهاش والاستغراب، لأنهم غير معتادين على مثل هذا الأمر من لاعبي المنتخبات الإفريقية. ولكن ياسين بونو لا يريد التنازل أبدا عن كونه بطلا شعبيا في المغرب، فبعد كأس العالم الأخير وتألقه في قيادة المنتخب المغربي إلى المربع الذهبي وتصديه لركلات الترجيح ببراعة ضد المنتخب الإسباني وتألقه أمام أعتى اللاعبين وأبرزهم كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي، شعر بونو بأهمية ما فعله وبالمكانة الكبرى التي حظي بها في وطنه، ولم يكن ينوي التضحية بها حتى لو كلف ذلك التخلي عن حلمه الأكبر في مسيرته، والفرصة التي انتظر لسنوات طويلة من أجل أن يحصل عليها، وحين وصلته قرر ألا يستغلها لسبب سيجعله بطلا لكل من سمع اعترافه، بل أن المغاربة أنفسهم لم يصدقوا أنه ضحى لأجلهم بكل شيء. فمن هذا اللاعب الذي يرفض فرصة حراسة مرمى نادي ريال مدريد لأي سبب كان؟ من هو المجنون الذي يطرق أكبر فريق في العالم بابه ويصده أمامه؟ أعرفكم بياسين بونو، أعقل مجنون ستعرفونه على الإطلاق يا سادة، والذي اعترف بنفسه أنه ضيع على نفسه فرصة اللعب لريال مدريد هذا الصيف، حيث كان الخيار الأول لنادي الملكي من أجل تعويض الحارس الأساسي المصاب تيبو كورتوا قبل التعاقد مع النجم الإسباني كيبا أريزابالاغا، ولكن الصفقة لم تكتمل مع نادي إشبيليا، وتحول بونو إلى الدوري السعودي ولعب بقميص نادي الهلال، لأن ريال مدريد كان يريده أن يتخلى عن فرصة المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية بصحبة المنتخب المغربي في شهر يناير المقبل، ولم يكن لدى فلورنتينو بيريز وإدارته نية للتفريط في حارس مرماهم الأساسي في منتصف الموسم. ولكن حين وضع بونو في خيار بين تمثيل الأسود وتحقيق حلم اللعب لريال مدريد، اختار خوض حلم قيادة المغرب للقب قاري تاريخي ومرتقب في ساحل العاج، على عكس لاعبين آخرين في مكانه ضحوا بمنتخبات بلادهم واختاروا أنديتهم. وبالفعل خرج بونو بنفسه واعترف بكل شيء قائلا: نعم، قدم لي ريال مدريد عرضا، لقد كنت أولويتهم هذا الصيف، ولكن بطولة كأس إفريقيا عقدت الأمور وكانت سببا في انهيار المفاوضات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.